جربتي قبل كده تحطي الرز في الخلاط؟ بجد ربنا يكرم اللي اخترع الوصفة الجامدة دي. في الأول معانا كوباية من الرز هنغسلها كويس جدا. بعد كده هناخد كوباية الرز دي ونحط عليها 4 كوبايات من المية ونسيبها على البوتاجاز لحد ما بتستوي معانا تماما. بعد ما استوت كده هناخد منها كوباية هنركنها على جنب. أما بقية كمية الرز هنحط عليها 4 كوبايات من اللبن وهنخلطهم كويس مع بعض على نار هادية. أما بقى كوباية الرز اللي كنا ركناها على جنب هنحطها في الخلاط مع كوباية من السكر، وكمان هنضيف عليهم معلقتين كبار لبن بودرة، معلقتين كبار كريم شانتيه خام، 3 معالق كبار من النشا، وكمان فانيليا سايلة، وهنضيف عليهم 3 كوبايات من اللبن وهنخلطهم كويس في الخلاط. الخليط اللي كان في الخلاط بنضيفه على الرز اللي كان في الحلة ونفضل نقلبه باستمرار لحد ما يجيلنا الوش كريمي، وطبعا النار بتكون هادية جدا. طبعا بناخده بقى ندخله التلاجة، وكنت حطيت 2 طاجن يعني حطيتهم تحت الشواية، والوش بقى كريمي جدا. يلا قدموه بألف هنا وشفا وربنا يحسن ما بين ايديكم.